ضيعت عمري وضيعت حوالي أكتر من 6 أو 7 شهور بتعلم كورس CCNA، وفي الآخر اكتشفت إن هو واحدة من أكبر المشاكل اللي قابلتني في مجال الاي تي. من 5 سنين بالظبط كنت لسه متخرج من كلية الهندسة بتقدير جيد جدا ومرتب من الأوائل على الدفعة. بس كانت المشكلة إن لما اتخرجت ما كنتش عارف القسم بتاعي، ما كنتش عارف أشتغل إيه ولا ألاقي نفسي في أي قسم من الأقسام. شاءت الظروف ومشيت الأقدار لحد ما اكتشفت وعرفت إن مجال الشبكات هو يعتبر أنسب مجال شغل ليا، ومناسب لشخصيتي ومناسب لطباعي. وفي نفس الوقت خصوصا ان انا ما بشوفش الشغل على انه شغل، انا بشوف الشغل على انه لعب. نيجي نلعب ونجرب ونفكر، نطبق ونغلط ونتعلم ونبتكر ونبني ونهدم ونحل مشاكل وهكذا. ومجرد ما خلصت كلية وعرفت ان المجال ده هو اكتر مجال انا حبه وشايف نفسي فيه، عملت سيرش زي اغلب الناس اللي بتعمل سيرش، واكتشفت الناس كلها اجمعت على كورس اسمه CCNA لتعلم اساسيات الشبكات. ما انكرش ان الكورس ده كان كويس، خلصته وذاكرته كله. بس بمجرد ما خلصته وجيت افتح لينكد ان علشان ادور على شغل وابحث واقدم على وظائف، اكتشفت ان في جاب كبيرة قوي وعدم تفاهم بين متطلبات سوق العمل والشركات وبين اللي الناس اللي خارجين من كليات سواء كانوا مهندسين او غيره مهتمين بمجال الاي تي وبالاخص مجال الشبكات بيعملوه او ماشيين عليه او بياخدوا الكورسات اللي سامعينها من ناس اكبر منهم او سامعينها من اكتر من شخص. فالناس كالعاده بيحبوا احساس الانتماء، فلما بيشوفوا ناس كتيره بيجمعوا على كورس معين او على موضوع معين او على شخص معين، بيحسوا كده في اللاوعي ان هو الراجل ده بيقول كلام صح، او ان الكورس ده لازم اخده علشان ابقى زي الناس واقدر اشتغل معاهم. بس اكتشفت بعد ما قعدت مع نفسي وعملت التحليل بتاعي، وبعد ما جبت أكتر من 50 أو 60 وظيفة على لينكد إن، اكتشفت إن متطلبات سوق العمل ملهاش أي علاقة خالص بالCCNA، خصوصا في البداية. احنا في البداية مش هنشتغل مهندسين شبكات على طول، احنا هنشتغل حاجة اسمها هيلب ديسك، وفي مننا ناس كتير قوي بيشتغلوا تبع شركة اتصالات او وي او فودافون او اورنج، بيشتغلوا حاجة اسمها تكنيكال سبورت. ودي ببساطة متطلبات الوظيفة دي اللي احنا هنشتغلها وهنبدأها، ودي أول سلمة لينا في الشغل وأول احتكاك بينا مع سوق العمل ومع الشركات. ملهاش أي علاقة خالص بCCNA. كل اللي محتاجه منك هو إنك تبقى عارف الكمبيوتر بيشتغل إزاي وأغلب مكوناته، وعارف أساسيات الشبكات، فاهم يعني إيه IP، فاهم يعني إيه سويتش والفرق بين السويتش والراوتر، فاهم يعني إيه سيرفر، فاهم الخدمات والسيرفيسز اللي بتتقدم على الكمبيوترات أو السيرفرز دي علشان تخدم على الموظفين وتساعدهم في الشغل بتاعهم، فاهم حاجات تكنيكال بسيطة زي الشيرنج وزي حل المشاكل اليومية بتاعت الموظفين، زي موظف نسي باسورد، موظف مسح ملفات بالغلط وعايز يرجعها، وكل الحاجات البسيطة دي في الحتة بتاعت الهيلب ديسك. ضيعت عمري وضيعت حوالي أكتر من 6 أو 7 شهور بتعلم كورس CCNA، وفي الآخر اكتشفت إن هو مش مهم دلوقتي في أول سلمة في الهيلب ديسك. وعشان كده بعد 5 سنين أو بعد 6 سنين خبرة من الموقف اللي حصل زمان، قررت افتح الصفحة دي وقررت اعمل الفيديوهات دي خصوصا للاشخاص اللي لسه بيبدأوا في مجال الاي تي، والاخص ان اساعد الناس اللي بيحاولوا فعلا يبدأوا بشكل منظم وبشكل صح، بشكل مرتب وبشكل فعلا يبقى اللي بيتعلمه فعلا هيشتغل بيه ويطبقه في الشركات، وفعلا هو ده الحاجات اللي سوق العمل محتاجها. وهي دي المتطلبات والخبرات والمعلومات اللي انت لازم تكون عندك علشان اي شركة تقدر تبص بس على السي في بتاعك وتفتحه وتشوف هل انت مناسب ولا لا وتشتغل، احسن ما الواحد يضيع نفسه في كورسات كتيرة قوي متقدمة. اه مهمة بس مش دلوقتي، مش في اول سلمة، مش في السلمة بتاعة الهيلب ديسك او التكنيكال سبورت. من حوالي سنة قررت ان ابدأ في مجال التدريس الاونلاين، وقررت ان انا ابدا بدبلومه الهيلب ديسك، الدبلومه اللي فيها كل الحاجات اللي الشركات محتاجاها زي اساسيات الكمبيوتر نظري وعملي، والفك والتركيب والمكونات والمشاكل والحل بتاعها، واساسيات الشبكات، وكمان اساسيات السكيورتي البسيطه اللي انت محتاجها كهيلب ديسك، وكمان المشاكل اليوميه اللي هتقابلك لو انت شغال كهيلب ديسك في اي شركه. كرست حوالي 6 أو 7 شهور من حياتي بظبط بس محتوى الدبلومة، وبظبط بس طريقة العرض وطريقة التقديم، وازاي هقدر
اعلم او افيد طالب لسه من الصفر، لسه يا دوبك اللي عارفه هو يعني ايه كمبيوتر واشتغل على الكمبيوتر او شاف الكمبيوتر، ازاي هقدر اخده من الحتة دي انه يوصل واحدة واحدة لانه يبقى راجل عنده العلم وعنده الخبرة الكافية البدائية الأساسية اللي تخليه يقدر كمان يعمل CV بشكل محترم وبشكل مظبوط، ويقدر يقدم على شغل ويقدر يشتغل بمنتهى السهولة في كل الشركات اللي حوالين منطقته. الحمد لله اشترك معايا عدد مش كبير ومش قليل وحياتهم اتغيرت تماما. ناس كتير كانوا خلاص بيبتدوا يفقدوا الأمل في نفسهم ويفقدوا الأمل في حبهم للقسم ده، وكانوا خلاص هيشفتوا الكارير، ولكن بعد فضل من ربنا بعد ما خلصوا الدبلومة بتاعت الهيلب ديسك قدروا يبقى عندهم الخبرة وقدروا يقدموا على شغل في شركات كتير قوي، وفي بعض من الشركات عملوا فيها انترفيوهات، وحوالي 50 أو 60% منهم واحنا بنتكلم دلوقتي شغالين كهيلب ديسك، ودلوقتي بيذاكروا وبيحضروا لكورس CCNA معايا برضو علشان يبتدوا بقى يختاروا أو يبتدوا يخشوا على الليفل الأعلى وهو ليفل الشبكات أو السيستم أو السايبر سيكيورتي أو الكلاود أو أيا كان. الكلام ده مش هدفه ان انا ابيع لك كورس او ابيع لك محتوى، قد ما هدفه ان لازم وانت بتبدأ في اي مجال تعرف اساسياته وتعرف اتعمل ازاي وتعرف ايه هي فعلا متطلبات سوق العمل. ما تاخدش الدبلومة معايا ولا تاخد الكورس معايا، فكك مني خالص. روح افتح لينكد ان وشوف وظيفة الهيلب ديسك دي محتاجين ايه بالظبط، وما تروحش الشركة ولا شركتين، روح لاكتر من 30 40 50 اعلان وظائف، وابتدي مع نفسك كده واستخدم ChatGPT او كلود وخليه يعمل لك تركيز على اكتر الحاجات المتكرره اللي كل وظائف محتاجاها. هتلاقيها على فكره الثلاث اربع حاجات اللي انا قلت لك عليهم: اساسيات الكمبيوتر والشبكات، وجزء بسيط في السكيورتي، والمشاكل اليوميه اللي بتقابل كل الموظفين. لو عندك الوقت ذاكرهم مع نفسك وربنا معاك. انا هنا مجرد جاي انور لمبه بسيطه وافكرك انك تمشي على التراك المظبوط. ولو عندك اي سؤال ليه علاقه باي شيء في مجال الاي تي يزيدني شرف ان اتعامل معاك وان نساعدك، ومع الوقت كمان ممكن نبقى اصحاب. ما تنساش تصلي على النبي. اشوفك على خير. السلام عليكم.